مين قال لكم ان الفته واللحمه الضاني في الاعياد وبس؟ الفته من جمالها نقدر نعملها كل اسبوع، نقدر نعملها كل شهر. بس الطريقه دي هتخليكي تنسي اي نوع فته عملتيها قبل كده، او اي فته فكرت ان انت تاكليها قبل كده. هنسمي الله ونصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعه للصفحه، ويلا بينا ندخل في الوصفه بتاعتنا. معايا هنا كيلو ونص من اللحمه الضاني. اللحمه الضاني دي من الرقبه يا جماعه، القطعيه بتاعتها من الرقبه، بوريها لكم اهيت. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. بتكون ناعمة وما فيهاش دهون كتير. انا هنا جبت حلة بتاعتي، سخنتها كويس جدا وحطيت فيها اللحمة بتاعتي من غير اي مادة دهنية. ليه من غير اي مادة دهنية؟ عشان هي لو فيها اي دهون هتسلى وهتديها اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه، لون الشوي ده. تمام. انا بالنسبه لي بحب اسلق اللحمه الضاني علشان انا بحب الشوربه بتاعتها. الشوربه بتاعتها بقى تنفع في نعملها في باميه، تنفع نعمل بها رقاق، تنفع نعمل بها اي حاجه تتشرب كده، بتبقى حاجه تحفه. اول ما اديت لها صدمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وقفلت المسام بتاعتها خالص واخدت اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، زودتها ميه مغليه. مهم جدا ان احنا نزودها ميه مغليه يا جماعه. وقبل ما ازودها ميه مغليه حطيت عليها رشه فلفل اسود ومعلقه من الملح. ليه معلقه من الملح؟ عشان الملح يدخل في الانسجه بتاعتها، وغطيت عليها وسبتها عشان تستوي. تعالوا بقى بينا على بال ما اللحمه تستوي نجهز كده شويه رز. انا ما كترتش في رز عشان انا كان بصراحه عندي رز ابيض، بس عشان اكمل معاكم الوصفه لازم تكون الوصفه كامله من كل حاجه بتتعمل في الفته. تمام. غسلت هنا حوالي كوبايه ونص من الرز، وجبت الكسرولة بتاعتي دي، حطيت فيها معلقه سمنه على معلقه زيت، واستنيت لما سخنوا، ورحت جايه نازله بكوبايه ونص رز اللي انا غسلتهم وشوحتهم كده تشويحه محترمه. وهضيف عليهم دلوقتي شويه ملح. انا الملح بتاعي دوت حبيبات، عشان هو ملح الهيمالايا. الملح ده بيتباع في السوبر ماركتات الكبيره، صحي جدا يا جماعه وما بيعليش الضغط. تمام. قلبته كده واديته تشويحه محترمه، وبعد ما اديته تشويحه رحت جايه نازله عليه بالميه عاديه جدا من الحنفيه. تمام. عايزين تزودوه شوربه مفيش مشكله، بس انا يعني عادتي على طول بزود الرز بتاعي ميه، مش بزوده شوربه خالص. تمام. ظبطت الملح بتاعه بقى ورحت جايه مغطيه عليه، واول لما يشرب الميه بتاعته خالص هروح جايه مهديه عليه النار، وهسيبه هديله تقليبه كده، وهسيبه علشان يتشمع مع بعض، ويتشمع مع بعض ويبقى شرب الميه بتاعته، وبقى مفلفل كده مع بعض. تمام. هنا هو بوريه لكم ان هو خلاص شرب الميه. هديله تقليبه زي ما قلت لكم دلوقتي، وهروح جايه مغطيه عليه. لو وصلنا لحد هنا ما ننساش نعمل لايك وشير ومتابعه للصفحه، وندعي لاخواتنا كتير بالنصر، ربنا ينصرهم نصر غالي يا رب من عنده. جبت كسرولة تانية، حطيت فيها معلقتين من الزيت، وحطيت فيها معلقة كبيرة من التوم زي ما انتم شايفين كده. التوم عندي مفرز على طول. رحت جاية مقلباهم كده لحد ما فكوا من بعض، وبدأوا ان هما ريحتهم تطلع وياخدوا لون ذهبي. اول لما هياخدوا لون ذهبي هنزل عليهم بمعلقة من الكزبرة. هشوحها برضو لحد ما ريحتها تطلع كده وتتحمص معاهم. هنزل عليها بحوالي معلقتين من الخل. تمام. هقلبهم مع بعض كده، وهروح جايه نازله عليهم بكيس من الصلصه اللي انا مفرزاه. تمام. ما عندكيش صلصه تقدري بقى تحطي نص كيلو طماطم مضروب في الخلاط كده ومتصفي، يتسبك مع بعضه. وما ننساش برضو نحط عليه معلقه صلصه من الجاهزه، معجون طماطم من اللي انا بحطها دي. تمام. بتدي لون وطعم برضو حلو قوي. هسيبها بقى لحد ما تفك كده مع بعضها، وهحط لها بس هي رشه ملح ورشه فلفل اسود اهو. تمام. حطيت الملح اهوت ورشه فلفل اسود، وهروح جايه مقلباها. وخدوا بالكم الصلصه بتاعه الفته بتكون تقيله شويه، ما بتكونش خفيفه زي صلصه الكشري كده. حطيت هنا معلقه بابريكا، وعشان تديها برضو لون احمر وحلو كده وطعم حلو. وهقلب، وهروح جايه خلاص غليت هطفي عليها. تمام. طبعا انا عندي الطماطم كانت متسبكه، مش محتاجه ان انا استنى لحد ما هي تقصر شويه او تغلي شويه وتتشمع. تمام. جبت هنا الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقتين من السمنه، وكان عندي عيش بلدي مطلعاه من الفريزر، سبته لما فك كده. ورحت جايه مقطعاه كده بالكاروهات بالمقص زي ما احنا شايفين، بسهوله جدا، مش بياخد مننا اي وقت. تمام. يعني في لمح البصر كانت عبال ما اللحمه استوت كنت انا مخلصه كل الحاجات دي جنبي. كانت ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده تحفه. تمام. حمرت هنا العيش زي ما انتم شايفين اهو. ببص على اللحمه لقيتها خلاص دخلت في السوا، ما خدتش معايا وقت خالص. تمام. ليه؟ لان كل لما بتيجي تنشف بزودها من ميه مغليه، مش بزودها ميه ساقعه. تمام.
هنا حطيت معلقه سمنه، ونزلت برضو باللحمه كده هديها تحميره حلوه او شكل ذهبي كده يكون حلو، علشان بس ما تبقاش برضو ايه شكلها مسلوق كده في الطبق. هنا اهوت بقلبها، ما شاء الله خدت لون حلو قوي، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه اهو زي ما احنا شايفين كده. وكمان عايزه اقول لكم ان يعني في البيت عندي مش بيحبوا اللحمه الضاني قوي، كام حد كده مش بيحبها. حطيت هنا بقى في الطبق بتاعي العيش الاول، وبعد كده حطيت الرز زي ما احنا شايفين كده. رصيت الرز كده على العيش، انا عندي مش بيحبوا العيش كتير قوي في الفته، فطبعا انتوا عايزين تكتروا عيش مفيش مشكله، عايزين تكتروا الرز مفيش مشكله، دي حاجه تبع رغبتكم. تمام. وهزود كده شويه شوربه، واروح جايه نازله بقى عليهم بالصلصه. طبعا تحطوا الشكل اللي انتوا حابينه، وترسموا الرسومات اللي انتوا عايزينها، وتكتبوا عيد سعيد، عيد مبارك، عيد اضحى جميل، اللي انتوا عايزينه. تمام. انا بقى بعمل لكم الفته دي مش مرتبطه بعيد ومش مرتبطه باي مواعيد خالص. تمام. فيا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم، والطريقه بتاعتي تكون عجبتكم. دي طريقه ماما من سنين السنين، يعني انا معتمدها على طول في الفته بتاعتي. تمام. هنا برص خلاص اللحمه. عايزه اقول لكم قطعه اللحمه الرقبه دي حوالي 400 جرام، انتوا فاهميني؟ علشان بس ما تقوليش لا ده اللحمه شويه ومش كتير، لا هي اللحمه القطعه الواحده تكفي حوالي اتنين، القطعه الواحده تكفي فردين. تمام. هنا حطيت برضو اللحمه اهو، بوريكم مستويه ازاي. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير ومتابعه للصفحه. وكنت سعيده جدا بوجودكم، ميرسي جدا يا حبايب قلبي على التعليقات الحلوه اللي انتوا بتسيبوها لي، والدعوات الجميله اللي انتوا بتدعوها لي، ويا رب لكم بالمثل وزياده كمان. واتمنى وصفاتي تنول اعجابكم، ومستنيه برضو تطبيقاتكم وتعليقاتكم الحلوه. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، مع السلامه.